النهارده هنعمل مع بعض وصفة مرتبطة بالمدارس واللانش بوكس، وهي الناجتس. على الرغم ان وجود الناجتس في الفريزر بيحل لنا أزمة في أي وقت. عشان نعمل الناجتس ده هنحتاج 4 وحدات من التوست، وهنشيل الأطراف بتاعتها بالسكينة بالشكل ده، وبعد كده هنقطعها مكعبات صغيرة. أنا هنا في الوصفة هستخدم نص كيلو من صدور الفراخ، عشان كده محتاجة 4. طبعا لو هتضاعفوا الكمية هتضاعفوا كمية التوست. بعد كده هنفرمهم في الكبة لغاية ما يبقوا عاملين زي البقسماط كده المفروم. التوست ده عادي من التلاجة، يعني مش متحمص ولا ناشف، لا عادي طري. هنفرمه لغاية ما يبقى بالشكل ده. بعد كده هنضيف عليه نص كيلو من صدور الفراخ مقطعينها مكعبات صغيرة، وهضيف عليهم معلقة كبيرة من النشا، وكمان معلقة كبيرة من الصويا صوص، ونص معلقة صغيرة من التوم المفروم، التوم الطازة، وربع معلقة صغيرة من الجنزبيل البودر، ولو متاح جنزبيل فريش يبقى أفضل. هنضيف نص معلقة صغيرة مفرومة، وهنضيف نص معلقة صغيرة من السكر، وبعد كده نص معلقة صغيرة من البابريكا والملح والفلفل الأسود. الفلفل الأسود كمان ممكن تقللوه لربع معلقة لو تحبوا. هنضرب بقى كل المكونات دي كده مع بعض، وفي النص طبعا بنوقف وبنشيلها كده من الجوانب ونضرب تاني عشان نتأكد ان كلها اتفرمت مع بعض بشكل كويس، وكل المكونات دخلت في بعضها كويس. كده خلاص الفراخ اتفرمت كويس جدا وكل حاجة امتزجت مع بعض. هنجيب بقى ورقة زبدة او كيس، نحط عليه شوية زيت كده صغيرين ونفردهم عليها، وناخد الخليط ده كله بتاع الفراخ، وهنضيف عليه معلقة كده صغيرة من الزيت، ونعجنهم مع بعض كويس جدا لغاية ما تبقى معانا العجينة طرية زي ما انتوا هتشوفوا كده بالشكل ده. هنبدأ بقى نفردها على نفس الكيس او على نفس الورقة بايدينا، ممكن بايدينا عادي جدا، بس نحاول نخليها مستطيل او مربع على قد ما نقدر. ممكن كمان نحط عليها كيس تاني من فوق ونفردها بالنشابة، هيساعدنا اكتر ان كمان يبقى السمك بتاعها واحد. انا مش عايزاها لا تخينة قوي ولا رفيعة قوي، هوريكم بالظبط السمك اللي انا عاملاه. عايزه اسوي بقى الاطراف، فجبت سكينه وحطيت عليها زيت وبدات اقطع الاطراف بالشكل ده عشان يبقى عندي شكل مستطيل او مربع مظبوط بالظبط. هشيل كل الزيادات من على الجنب، وعايزه اوريكم بقى شكل السمك اللي انا عاملاه. بصوا هو ده بالظبط سمك الناجتس اللي انا عاملاه. بعد كده هقطعها على شكل مربعات. طبعا تقدروا تقطعوها زي ما انتوا عايزين، ممكن تعملوها على شكل صوابع، ممكن تعملوا مكعبات صغيره او مربعات صغيره او كبيره، الحجم ده يرجع لكم. باقي كميه الفراخ ممكن نشكلها بشكل تاني اللي هو شكل الدمعه ده او شكل بيضاوي، تقدروا تعملوها يعني بالشكل اللي انتوا حابينه. بعد ما اخلص كل الكميه بالشكل ده بدخلها الفريزر لمده ساعه او ساعتين بس عشان تتماسك كويس، عشان اقدر احط الطبقه التانية عليها. عشان نغلفها هنحتاج بيضة عليها رشة ملح ورشة فلفل، وهضيف عليها تلت كوباية من اللبن، وهقلبهم كويس جدا مع بعض. لو مش عايزين تستخدموا البيضة واللبن ممكن تستخدموا مية أو لبن بس، يعني مش شرط البيضة مع اللبن. وأهم حاجة في التغطية بقى هي الطبقة الكريسبي دي ممكن تجيبوها من عند العطار أو تجيبوا الماركة دي اللي هي الريتش بيك، بتتباع كده اسمها خلطة كريسبي للفراخ. كده كل حاجة بقت جاهزة. هنعمل بقى آخر خطوة في الناجتس. طبعا هو بعد ما بيتحط في الفريزر شايفين هو بقى متماسك ان انا اقدر امسكه كده كويس، وبيتقطع بسهوله لان احنا كنا مقطعينه من قبل ما بيدخل الفريزر، فسهل علينا ان احنا نظبطه بالشكل ده. نحطها بقى في الدقيق، وبعد كده نحطها في الخليط بتاع البيض وفي الطبق الكريسبي، ونضغط طبعا كويس ونحط من كل الجوانب عشان تاخد او تبقى متغطيه كويس يعني بطبق من الكريسبي. هنكمل الخطوات ونخلص كل الكمية اللي معانا. المقدار ده عمل لي حوالي 35 واحدة من الناجتس، ده شكلهم النهائي بعد ما خلصنا التغطية بتاعتهم. بعد كده بنشيل في العلب الكمية اللي احنا مش عايزينها، يعني احنا نستخدم دلوقتي الكمية اللي احنا عايزينها، والباقي بنحطه في علبة كده تحتيها ورقة زبدة او تحتيها كيس. نحط طبقة وبعد كده نحط عليها كيس تاني وبعد كده نحط طبقة تانية، ما نحطهمش على بعض عشان ما يمسكوش في بعض وما نقدرش نخرجهم بعد كده. وبعد ما نخلص الطبقة التانية بنحط طبعا الطبق في الفريزر. لما بنيجي نقليه بنطلعه قبلها كده ب10 دقايق ولا ربع ساعة، وبنقليه على طول، مش لازم يفك خالص. لما بنقليه بقى بنسخن الزيت كويس، ويكون يا ريت زيت غزير عشان تبقى مغطي كل الناجتس. واول ما بنحط الناجتس بنوطي النار عشان يستوي كويس وما ياخدش لون او يتحرق من بره ويكون لسه ناي من جوه. واول ما بياخد لون بنقلبه على الناحية التانية عشان يبقى كله كده واخد لون ذهبي جميل قوي. شايفين بقى شكلها عامل ازاي ولونها الذهبي؟ طبعا حاجة كده تفتح النفس، محدش هيقدر يقاومها ابدا. طبعا الحاجات دي بتوفر علينا وقت وبتبقى حل لينا لما بنكون مضغوطين او لما نكون ما عندناش وقت نعمل اكل. نطلع شويه كده نحمرهم جنب شويه مكرونه، نحطها في سندوتشات مع مايونيز وكاتشب، نحمر جنبهم شويه بطاطس، بتقضي الغرض. بتنفع كمان في سندوتشات للمدارس، يعني حل حلو جدا، وكمان يعتبر اقتصادي الى حد ما، وانضف طبعا من ان احنا نشتري الناجتس الجاهز.
وعلى فكرة لو ما عندكمش التوست عادي نبدله بالفينو اللي بنجيبه من الفرن، بس طبعا نقشر ونشيل القشرة اللي من بره ونستخدم القلب بتاع الفينو بس. وده شكل الناجتس من جوه. الطبقة زي ما انتوا شايفين متماسكة جدا، القشرة مش فكة عن الناجتس نفسه. طعمها وريحتها يجننوا. يلا بقى جربوها وقولوا لي رأيكم فيها ايه، وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجربها، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.